في حد كاتب لي تعليق على الانستجرام، معرفش هو راجل ولا ست بصراحة، كاتب لي بيقول لي انت نظيفة يا ستي، طب ايه الفايدة؟ نفسي اسال، هو سؤال واحد، نفسي اسال ايه الفايدة؟ ايه الفايدة؟ لا، هو اولا انا ما حدش يجرأ يقول لي يا ستي، خصوصا لو كان اصغر مني. دي حاجة، يعني دي في نظري حاجة عيب. تاني حاجة، ايه الفايدة؟ لا، لو انت شايف ان انا محتواي او انت شايفة ان انا محتواي مش مفيد، فانت محتاجة تنظري في امرك بقى، دي انت محتاجة تتعالجي نفسيا. علشان انت ممكن يكون انت مبادئك اللي انا بقدمه مش مفيد، مش مناسب لمبادئك انت. بالنسبة لك بقى حاجات الاسفاف والحاجات الوحشة دي هي المفيدة، هي بالنسبة لك تناسب مبادئك. فكل واحد ومبادئه، وكل واحد وقيمه، وكل واحد ونظرته للي قدامه ايه. ثانيا، انا ما يهمنيش اصلا انت شايفاني مفيده ولا مش مفيده، يعني حاجه ما تهمنيش اصلا، مش مهتمه. فعادي يعني، مش شايفاني مش مفيده، قلبي الفيديو، بتكتبي لي، بتتعبي نفسك وتكتبي تعليق ليه؟ سبحان الله. وبعدين يا ريتك تكوني نظيفه زي قبل ما تكوني نظيفه، بس نضفي قلبك الاول قبل ما تنضفي بيتك وتلمعي الارضيه والحيطان والبتاع. ابقي نضفي قلبك الاول كده. يلا باي.